عليكم. راح أقدم لكم أعزائي المشاهدين للفيجيتيريانز اللي هم النباتيين اللي ما يحبون اللحم أو ما يأكلوه لأي أسباب كانت، وعدتهم أنه أقدم لهم طبخات يعني نباتية. فاليوم راح أقدم كبة الجريش بالخضار بدون اللحم. أحتاج لها الأكلة بصل مقطع بهذا الشكل، قطعته بإيدي، وشوية صنوبر حمصته أو لوز حسب ما موجود عندكم، وإذا ما موجود ماكو مشكلة ممكن ما تخلوه. عندي ذرة مسلوقة مع البازاليا، هاي كلها بالفريز، أنا أخذها من السوبر ماركت مفرزنة، سلقتها وحضرتها بهذا الشكل. عندي قليل من البقدونس أو المعدنوس، والبوتيتا قطعتها بهذا الشكل يعني البطاطا، وقليتها ونشفتها من الزيت، تشوفوها زيتها قليل. وعندي جزر برشته بهذا الشكل، ما دام مبروش ما يحتاج اسلقه، هو راح يستوي تلقائيا. عندي هذا الشكل هو عبارة عن كشمش صغار من العنب، لكن هذا عنب بري يكون صغار، يعني احنا بالعراق نسميه عنب العصفور، وهنا ايضا يسموه عنب العصفور بالتركي. هذا الكيس مالته اخذه من البين، ممكن تحصلون عليه، طعمه لذيذ ولطيف لان حباته صغار، واذا ما يعني حصلتوا عليه ممكن استخدام الكشمش. عندي هاي البهارات، طبعا دائما اقول البهارات حسب رغبتكم، لكن عن تجربة انا شفت الكمون ملعقة شاي اخلي، وايضا الكزبرة ملعقة شاي. عندي ثوم مطحون قليل نص ملعقة شاي او اكثر شوية حسب رغبتكم. عندي الزنجبيل والفلفل الاسود، انا خليت نص ملعقة شاي وممكن زيادتها، وخصوصا الفلفل الاسود طعمه لذيذ للي يقدر ياكله، يعني يتحمل الحرارة. وممكن استخدام الفلفل الاحمر الحار، انا عندي فلفل احمر بارد ملعقة كوب. اما بالنسبة للدارسين انا اخر شي راح اخليه، خليت ملعقة اكل، وراح اشوف شقد استخدم وبعدين اثبت لكم المقدار حسب كمية الخضار شلون راح تطلع عندي الكمية، راح اقدر اخلي عليها البهار. وعندي ايضا الكاري، ممكن يعني اثبت لكم المقدار بعدين حسب كمية الخضار، مثل الدارسين اللي هو القرفة. طبعا احتاج الى المي حتى اسوي الجريش. عندي برغل ناعم بهذا الشكل، وعندي اليوم ما حصلت على الجريش فجبت سميد بهذا الشكل. راح اخلي كل كوبين ونص من السميد، جريش والسميد نفس الشي نفس المقدار، هذا كوب وهذا كوب اخر وهذا النص، هذا نص الكوب تقريبا. خلصت كيس كوبين ونص من السميد على نص كوب من برغل الناعم، وممكن قابل للزيادة شوية، بس أنا أشوف هذا كلش ممتاز يطلع، ما أريدها بعدين تنفتح بإيدي وتسبب لي إزعاج. أحتاج طبعا إلى الملح للجريش وأيضا للخضار عندما أطبخه، واحتاج إلى زيت الزيتون أو أي زيت متوفر عندكم، ماكو أي مشكلة. أحتاج دبس الرمان قليل جدا يعني قطرات. أشوفكم إن شاء الله ونثبت المقدار، ما أخلي هواية. هسه راح أخلط الملح مع هالمقدار من السميد والبرغل الناعم، وأضيف له مي دافي طبعا عندي، وحتى إذا مي بارد ماكو أي مشكلة، لكن المي الدافي يجعل العملية أسرع. أني قلت لكم خطوات كبة الجريش، يعني عجينة الجريش عفوا. أنا أخلي مي وبعدين أغطيها وأشوف بعد فترة إذا احتاجت مي، وبعدين يلا أعجن. لا تعجنوها وهي صلبة تسوي لكم إزعاج، وبعدين حتى إذا خليتوا مي راح تكون مزعجة، ويعني
التكتيل مالتها او العجن، او يعني خلال الشغل تكون مزعجة ومتعبة بالنسبة لكم. هسه اني دخلت مقدار جيد من الماء وراح اغطيها، وبعدين ان شاء الله اشوفها. ويعني راح ابدي بالخضار اطبخها على بركة الله. راح انزل قليل من الزيت، اي زيت عندكم. انا راح اخلي حوالي 4 ملاعق من زيت الزيتون، لان احنا هنا لا عندنا يعني ما عندنا لحم ولا عندنا دهون، فراح اخلي 4 ملاعق. وانزل عليها البصل وانطيها تشويحة خفيفة على النار الى ان يذبل البصل. ما اريد ابدا البصل ياخذ اللون الاشقر نهائي، بس يذبل. انزل الاشياء الما مطبوخة عندي وهي الجزر، واقلب. راح انصيها واغطيها دقيقة واحدة، وبعدين اكمل باقي الخطوات. هاي بعد مرور دقيقة واحدة ما اكثر ذبل الجزر. شوفوا اصبح بهذا الشكل. انا طبعا وطيت النار ما خليتها عالية. هسه ابدي اضيف باقي المكونات. هاي البازاليا والذرة، اي خضار عندكم ممكن تستخدموه، اي خضار تحبوه. اعلي النار وابدي عاد اقلبها. الملح اخر شيء اخليه ان شاء الله. راح اجيب هاي حبات العنب الصغيرة واشوف الكمية. طبعا احنا نشوف حسب الذوق والرغبة، وايضا بعيننا نشوف ايش قد راح نخلي. ما نريد زيادة هواية يعني تصير. تمام، راح اخلي الكمية كلها، الكيس كله. ما تتصورون ايش قد لذيذة هاي الكبة. عندي طبعا الصنوبر جاهز ومقلي، والبوتيتا ايضا مقلية وجاهزة. بس اخلي المكونات. هسه راح اشوف ايش قد راح اخلي كاري. هاي عندي ملعقة كوب مليانة كلش، اتصور كلش كافي. ملعقة كوب مليانة. عندي باقي البهارات، الفلفل الاسود والزنجبيل، وهاي الكزبرة والفلفل الاحمر. انا راح انص النار شوية، والكمون، وايضا الثوم المطحون. كلها راح اخليها. راح اطفيها. بهاي الحالة انا ما اريد البهارات تنحرق وتطلع ريحة من عندها تشبه ريحة الطبخ. اشوف الدارسين او القرفة 3/4 ملعقة الاكل، ما خليتها كلها، 3/4 ملعقة الاكل. وهسه راح ارش الملح حسب الرغبة حسب الذوق. اما بالنسبة لدبس الرمان اخر شي. خلينا نشوف ايش قد نخلي. هاي ملعقة كوب واحدة كافي. ملعقتين كوب دبس الرمان اذا موجود عندكم او حسب رغبتكم. هاي كلش ينر.
راح اخليها تبرد بين ما العجينة تجهز. لازم تكون باردة حتى اقدر اشتغل بيها والعجينة ما تنفتح. بعد ما برد الخضار او الحشوة خليت البقدونس. انا اريده طازج، ما اريد يتعرض للحرارة ويروح هذا اللون الجميل مالته. راح ابدي على بركة الله الف الكبة. انا سويت لكم الطريقة من قبل، ما يخالف، نرجع ان شاء الله مرة ثانية. هاي نسويها على شكل كرة وبعدين ابدي افتحها بهذا الشكل الى ان تصبح خفيفة. اصبحت رقيقة راح احشيها بهذا الخضار واغلقها. احاول ما استخدم مي هواية، اشيل كل شي زايد حتى ما تصير سميكة من هذه الجهة، وابدي افتحها بهذا الشكل الى ان تصبح خفيفة. هاي اعزائي المشاهدين الكبة سلقتها وطلعت بهذا الشكل، شكلين سويتها. هسه راح اقلي قسم من عندها. الخاطر عيونكم لان سألتوني اكثر من مرة انه المسلوقة تنقلي لو لا. ايه تنقلي بعد السلق. هسه راح اقلي قسم منها وان شاء الله اشوفكم الشكل النهائي بهذا الشكل. يعني حميت الزيت طبعا. هاي الكبة عكس كبسة السمنة، لا تخافون تتفلش. شلون ما يكون الزيت هي راح تنقلي، بس مجرد انه تاخذ شوية لون. هذا الشكل، هذا الشكل النهائي الكبتنا لهذا اليوم بالخضار وبدون لحم. اتمنى تجربون هاي الوصفة لكل الاشخاص، هي للنباتيين، يعني كلش طيبة ولذيذة. شكرا لمشاهدتكم وعليكم بألف عافية.